السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير وقتم صحة دايما يا حلوين. في فيديو النهارده هنعمل مع بعض القرص الطريه الفلاحي كده بالعجوه. هنعملها بطريقه حلوه وسهله وبسيطه جدا، تنفع معاكم في اللانش بوكس المدرسه لولادكم، تنفع كمان معاكم في الشغل، كمان لو انتوا قاعدين في البيت فتنفع جنب كوبايه شاي كده الصبح على الفطار. رهيبه وبسيطه ومش مكلفه خالص يا جماعه. تابعوا معايا الفيديو للاخر. لو انتوا لسه اول مره تشوفوني، انا اسمي فريده ودي قناتي، اعملوا لايك واشتراك ويلا بينا على طول نبدأ. بسم الله. في بولة بتكون عميقة نزلت فيها بكيلو من الدقيق منخول، وده بيفرق معانا جدا في قوام العجينة وهشاشتها بعد التسوية. عليهم بنزل بمعلقتين صغيرين من السكر ونص معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، وعليهم هنزل بمعلقتين صغيرين من الخميرة الفورية، وعليهم هنزل بمعلقتين كبار من السمسم المحمص. هقلب كده كل المكونات الجافة واتأكد ان كل حاجة اتخلطت كويس. عملت حفرة كده في النص زي ما انتم شايفين، وعلى طول هنزل بكوبايتين من الحليب. الحليب اللي كان عندي ده كان رايب، كان لبن رايب، بالهاند بلندر كده ضربته كويس عشان ما يكونش فيه اي تكتلات، وهتفرق معانا لو احنا ما ضربناهوش ويكون قوامه كده زي اللبن الحليب يعني، او انه يكون عموما قوامه سائل مفيش فيه اي تكتلات، بتفرق معانا العجينة بعد التسوية. خلاص. وطبعا انا مش هستعمل كوبايتين بس من الحليب، هو ده بشكل مبدئي لحد ما اشوف العجينة هتاخد معايا قد ايه. عموما كيلو الدقيق اللي انا استعملته ده اخد معايا حليب 3.5، 3 كوبايات ونص يا جماعة. ممكن الدقيق بتاعكم يزيد كوباية، ممكن يزيد نص كوباية، يقل شوية، يعني على حسب نوع الدقيق اللي انتوا استعملتوه. كل دقيق زي ما احنا عارفين ومتفقين ان امتصاصه للسوائل بيختلف من دقيق للتاني. بقلب كده كويس وبشوف العجينة بتاعتي هحتاج ان انا احط حليب تاني ولا لا. لما بوصل للقوام العجينة اللي هي خلاص مش محتاجة سوائل، بس لما بمسكها طبعا فيها سن تلزيق، بنزل على طول بكوباية من السمنة. الكوباية اللي انا استعملتها دي الكوباية المعيارية او مج الشاي العادي. خلاص. ده او ده هما الاتنين عموما 200 ملي، 250 ملي. ممكن تغطوا شوية على العجينة والعجينة اوتوماتيك لوحدها هتشرب كل السمنة. ولو انتوا طبعا مستعجلين على زي حالاتي كده وما بتعرفوش تستنوا، فعلى طول اعجنوا كده، ابداوا الاول اعملوا فيها فتحات واعجنوا على طول. خلاص. لكن لو انتوا سبتوها 10 دقايق بس، العجينة هتمتص كمية السمنة كلها، مش هتبقوا مضطرين ان انتوا تعجنوا عجن زيادة. خلاص. عموما انا هكمل عجن عادي خالص واساعد العجينة انا ان هي تمتص السمنة. تفضلوا بقى عجنوا فيها لحد ما تكون العجينة بتاعتها طرية وسطحها ناعم كده وامنة زي ما انتم شايفين. شايفين طرافة العجينة عاملة ازاي؟ شايفين لما بضغط عليها طرية خالص يا جماعة، وكمان السطح بتاعها ناعم جدا. عموما كورتها وحطيتها كده في البولة تخمر لمدة ساعة. لو انتوا الجو ساقع عندكم خليها مثلا ساعة، ولو الجو حر خلوها نص ساعة مش اكتر من كده. وبغطيها بقى. شايفين بقى لما خمرت شايفين شكلها عامل ازاي؟ رهيبة. طبعا غطوا وشها الاول بنقطة كده من الزيت او السمنة، وعليها فوطة او كيس بلاستيك، طبق مثلا يكون كبير، غطوها عشان تخمر كويس وما تعملش قشرة من فوق. شايفين بقى لما بقطع حتة كده العجينة ما شاء الله طرية جدا، وفي نفس الوقت ما بتلزقش في الايد. اول حاجه كده قسمتها لقطعتين، وخدت اول قطعه وعملتها بشكل طولي زي ما انتم شايفين كده، وهبدا ان انا اقطعها. وحاولوا لو انتم ما عندكوش ميزان ان انتوا تاخدوها كده بالوايم او بالنظر، يعني يكون كلها متساويه مثلا. تمام. حجم القطعه اللي انا عملتها، حجم العجينه كانت 50 جرام. ما تنسوش ان احنا لسه هنحط العجوه، وكمان لو انتوا هتسيبوها ساده فهي هتكون كويسه جدا، هي لسه هتخمر وهيزيد حجمها، فعاوزينها ما تكونش كبيره اوفر. تمام. عاوزين يكون حجمها حلو كده زي اللي بتتباع بره. خلاص. هي كان وزنها 50 جرام، وهي ساده كده عجينه يا جماعه من غير العجوه. كميه العجوه اللي هحطها لسه جوه القرص هتكون الواحده وزنها 15 جرام. وبعد ما خلصت ان انا وزنت كل الكميه اللي هي اول قطعه،
اخدت كده كل واحدة من دول وكورتهم وهحطهم في الصينية عندي او على سطح الرخام. المهم ان انا اخدها مسحة خفيفة كده من الزيت. ومهم جدا يا جماعة في الخطوات دي ان الزيت يكون نوعه نضيف، ما يكونش ليه ريحة. يعني ما ينفعش مثلا زيت تموين مع القرص، خلاص كده، عشان ما يديش القرص بتاعتي ليها ريحة كده، خلاص ما يبقاش ريحتها غريبة. وهبدأ ان انا اكورهم زي ما انتم شايفين كده، واسيب مسافة بسيطة خالص ما بين كل واحدة والتانية. ما تنسوش ان هي حجمها لسه هيرتفع، ومهم جدا ان انا اغطيها بكيس بلاستيك او بفوطة عشان ما تعملش قشرة من فوق. شايفين هنا بقى شكلها بعد ما ارتفعت. طبعا اول فطاير من اللي احنا عملناها حجمها ارتفع، لكن اللي في النص ده اللي معمول في الاخر. فدايما لما تيجوا بقى تشكلوه او تحطوا العجوة فيه، ابدأوا بأول واحدة كورتوها اللي هي تكون خمرت كويس جدا. دي هنا العجوة بتاعتي بعد ما انا جبتها وحطيت عليها معلقة كبيرة من السمنة، وبدأت ان انا اعجنها لحد ما تكون ناعمة معايا جدا. وعملت معاكم طريقة العجوة دي في الفيديو بتاع قراقيش الافران، اللي هي القراقيش اللي بالعجوة والمنين اللي هو بالعجوة. خلاص، عموما هحط لكم اللينك بتاع الفيديوهات دي ان شاء الله في صندوق الوصف، ممكن ترجعوا ليها. حجم الكوره بتاعت العجوه دي زي ما قلت لكم كانت 15 جرام. باخد كده 3 عجينات من دول وبفردهم على سطح رخام. العجينه عاوزه اقول لكم من طراوتها بتتفرد معايا بسهوله جدا. شايفين انا بعملها كده بالصابع، مش مستاهله. المهم افردوها كويس جدا، وحاولوا ان انتوا ما ترققوهاش زياده عن اللازم. احنا بنفردها بحجم كده ان احنا نحط في النص العجوه بتاعتنا ونقفلها. عايزه العجوه تكون ماسكه في القرصيه كلها، ما تكونش في حته وحته، لا. خلاص، يعني حاولوا كده تظبطوها واظبطوا الدايره كده وانتوا ماشيين عليها يا جماعه. خلاص، هاخد كده العجوايه زي ما انتم شايفين واديها كده ضغطه في النص. شايفين بسهوله. عايزه اقول لكم طريقه العجوه كده بالطريقه دي بتسهل عليكم جدا وقت التشكيل. باخد كده كل واحدة وبضغط عليها ما بين ايديا الاتنين في القرصاية كده وبحطها في النص. مهم ان انتوا تحطوها في النص عشان لو جبتوها في الجنب العجوة كلها تكون في الجنب، هيكون في جنب فيه عجوة كتير وجنب مفيش فيه عجوة قوي. وببدأ امسكها كده بالراحة على ايدي واقفل واحدة واحدة وبالراحة. شايفين السهولة؟ مفيش اسهل من كده. شايفين؟ قفلوها بقى كويس وتأكدوا ان هي اتقفلت عشان ما تفتحش معاكم. وهي على فكرة استحالة القرص تفتح معاكم، غير لو انتوا طبعا عاملين فيها جبنة ممكن تفتح، لكن العجوة صعب شوية. واظبطوها كده، اظبطوا القرصة ان هي تكون مدورة. شايفين الجمال؟ باخدها بقى في الصينية برصها على طول، والصينية دي بكون مسحاها كده مسحة خفيفة من السمنة او الزيت. بس لو هتستعملوا زيت زي ما قلت لكم، مهم ان انتوا تستعملوا زيت يكون نوعه كويس جدا. وبكمل الكمية كلها بتاعتي بنفس الطريقة. وانتوا هتعملوها سادة، فهتعملوا هتفردوا العجينة قدامكم كده وتبدأوا ان انتوا تقفلوها تاني وتكوروها تاني عشان يبقى شكلها متناسق وسطحها ناعم كده وحلو. شايفين الجمال؟ شايفين شكلها عامل ازاي؟ رهيبة. ظبطوها كده بصوابعكم. المهم ان القرصة تكون طالعة معاكم عجينة كده مظبوطة وحلوة، عشان هتبقى نفس الشكل ده بعد التسوية. هعمل معاكم كده كام واحدة كمان عشان تشوفوا انا بعملها ازاي. اغطي عليها بقى كده نص ساعة بعد التشكيل في الصينية. وبعد مرور نص ساعة باخدها كده تبطيطة خفيفة خالص بصبعي، يعني مش عاوزة الموضوع يكون صعب. وبسيب طبعا ما بين كل واحدة والتانية مسافة. خلاص. هعمل كده مع كل كمية القرص بتاعتي. شايفين الجمال؟ شايفين شكلها عامل ازاي؟ مظبوط كده ومكورة وحلوة. لو انتوا حسيتوا ان هي عالية من جهة ومن جهة تانية، لا، حاولوا برضو تظبطوها كده بالنظر.
على طول بقى هدخلها الفرن على درجة حرارة 200. ومهم جدا ان انا اشغل الفرن قبل ما احط القرص فيه ربع ساعة. القرص لازم تدخل في الفرن يكون ساخن مسبقا يا جماعة على درجة حرارة 200. مجرد ما تاخد لون ذهبي خفيف من الارضية هفتح عليها الشواية مع المتابعة لحد ما تاخد لون حلو كده ذهبي من فوق. ما تطولوش عليها، ما تخلوهاش تحمر زيادة من تحت عشان ما تنشفش معاكم. احنا عاوزينها تكون قرص طرية خلاص. اما لو انتوا حابينها تكون ناشفه وبتقرقش شويه فممكن تدخلوها الفرن يكون بارد يا جماعه. تمام كده هتكون مقرشه. عايزينها طريه تدخل في فرن ساخن، مجرد ما تاخد لون ذهبي خفيف خالص من تحت تحطوها تحت الشوايه. دي كمان صينيه من ضمن الصواني اللي لسه ما دخلتش الفرن، كنا قاعدين بنلعب بيها شويه والحقيقه ان العجوه ما طلعتش ولا كان في اي مشكله، بس ولادي اللي قعدوا يضغطوا عليها كده كل شويه عاوزين يبططوا فيها. عموما هنا بقى القرص بتاعتنا كانت خرجت من الفرن. شايفين الجمال؟ شايفين اخده لون عامله ازاي؟ عاوزه اقول لكم اتفاجئت في الوقت ده ان الكاميرا كان تقريبا حد من ولادي بيلعب فيها، فتحسوا ان الصوره باهته شويه، لكن القرص دي كانت حقيقي رهيبه، اخده لون ذهبي فظيعه، طراوتها في منتهى الجمال. لما القرص بتاعتكم تخرج من الفرن مهم جدا وهي سخنه ان انتوا تغطوها بفوطه تقيله عشان تفضل محتفظه بالسوائل بتاعتها شويه وهي سخنه. لو ما غطيتوهاش هتنشف معاكم على طول. خلاص كده شايفين لون الارضيه بتاعتها عامل ازاي ولون الوش بتاعها كله موحد. ده مهم جدا ان انتوا عشان كده بقول لكم لما تحطوها تحت الشوايه لازم تتابعوها يا جماعه وتفضلوا تقلبوا الصينيه عشان ما يبقاش جزء اتلطع من فوق وجزء تاني لا. خلاص اظبطوها كده وربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا. شايفين شكل القرص عامله ازاي؟ بجد رهيبه. قعدت ارصها اكتر من رصه بصراحه، وولادي يقولوا حط كده حط كده، فقلت لهم لا سيبوني كده ارصها على مزاجي بقى. عموما رصوها بالطريقه اللي انتوا عاوزينها، هي بس عشان التصوير والحركات، لكن انا بعد ما خلصت تصوير على طول حطيتها في علبه محكمه الغلق. شايفين شكل القرص بتاعتنا عامله ازاي؟ شايفين شكلها ولونها؟ اخده لون ذهبي كده حلو ومحترم ومظبوطه وطريه كده زي القرص الفلاح اللي دايما نقول احنا عاوزين، لا احنا عاوزين نعمل قرص زي دي. ليه ما بتطلعش طريه معانا؟ حرفيا لو جربتوا القرص دي هتعتمدوها. حلوه قوي زي ما قلت لكم لانش بوكس المدرسه مع اولادكم. حلوه لو انتوا بتروحوا الشغل بدري وتاخدوها معاكم كده في علبه تشربوها في الشغل كده جنب كوبايه الشاي، ولو انتوا حتى كده جنب في البيت يعني قاعدين فتقدروا تشربوها مع كوبايه نسكافيه او كوبايه شاي. رهيبه بجد. بس الفيديو بتاعنا خلص. اتمنى من كل قلبي النهارده الوصفه الحلوه دي تكون عجبتكم. ما تنسوش يا حلوين لو وصلتوا لحد هنا ولسه ما اشتركتوش في القناه ضروري لازم تشتركوا. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. باي باي.